اهلا بيك في اوت مزون ونزل لنا يا ابني واحد ليمون عشان انا كده كده ليا الشاي بتاعي. والنهارده هنتكلم عن لما خرجت من منطقه الراحه. مزون للحكاوي والرغي على القهاوي، اعرفك بنفسي انا مازن مصطفى. في المختصر المفيد القناه دي فيها حكاوي، فيها موضوع عايز اتكلم عنه، فيها فلوجات، فيها حاجات من اللي قلبك يحبها. يعني تقدر تقول هنا المكان اللي بنرغي فيه براحتنا. على بقى لما اعرفك على القصه اللي انا مريت بيها زمان دي. 2019 كانت سنه من اروع السنين اللي عدت علينا. خلينا متفقين ان معظمنا ان ما كانش كلنا مجتمع على ان 2019 دي سنه لن تتكرر، او سنه حلوه قوي قوي يعني. بس يمكن عشان مصر اتعرفت وقتها ان فيها راب سين، مثلا ظهور بابلو وابي يوسف، مش عارف ايه الحاجات اللي كلنا استمتعنا بيها وقتها. وعشان احداث شخصيه بالنسبه لناس كتير حصلت في 2019، فبتقول لك السنه دي جميله قوي بالنسبه لي، وحاجات من اللي انت فاهمه يعني، وحاجات من اللي انت استرجعتها دلوقتي. ايوه هي دي اللي في دماغك. شوف بقى كل واحد ليه قصته وليه حكايته. فاحنا النهارده هنتكلم عن حكايتك. اما ذكرنا 2019، انت عارف ان اخوك في اليوتيوب من حوالي 2017 كده. فالمهم ان انا طبيعي يوتيوبر، فبختلط باليوتيوب او بتفرج على اليوتيوب لان انا صانع محتوى عليه، فاهمني؟ او حتى لو مش صانع محتوى فانا بتفرج على اليوتيوب زي اي انسان عادي. فاذ بالصدفه اكتشف قناه، فاهمني؟ كانت من الحاجات الذهبيه وقتها يعني. قناه الشخص اللي انت تتمنى وانا اتمنى يبقى عندي دولاب زي دولابه، ولا عربيه من عربياته، ولا فورمه زي فورمته، ولا بكلم بنات زي يلا بقى. اعتقد ان انت عزيزي المشاهد والمستمع عرفت انا بتكلم عن مين، تمام؟ ففي 2019 يعني انا عارف ان الكلام مش هيجي على هوا ناس كتير قوي يعني، بس ذاتس ماي لايف، دي حاجه انا بحكيها، فاهم؟ فاسمع بقى الحاجه وحاول تستفيد من الفيديو ده بطريقه او باخرى. وقتها تعرفت على هذا الشخص، مش بيرسون، لا، تعرفت على الشانل بتاعته وبدات اتابعه واستفيد منه في كذا. فكان من ضمن الحاجات اللي انا استفدتها منه فكره اهتم بصحتك وانزل الجيم. في شهر 7 2019 نزلت لاول مره ادفع اشتراك شهر في الجيم، وكان لسببين. السبب الاول كده كده اللي هو قال لي انزل الجيم، او كان من ضمن الاسباب يعني، بلاش حوار الترتيب وما تدققش معايا في الاول، وثانيا ان هو قال انزل جيم، انا اقتنعت، فاهم؟ انا عايز ابقى فورمه، فاهم؟ فطبيعي هنزل جيم ومش عارف ايه، وهو شجعنا برضو على النقطه دي، فنزلت الجيم. السبب التاني كنت عايز اثبت ان انا اقدر ابقى فورمه، فاهم؟ اللي هو عادي عشان اللي مشى يرجع او يندم. هو مش شرط يكون اللي في دماغك، بس انا ما بحكي ستيريو تايب، حاجه حصلت مع ناس كتير يعني. ومش بروكب بس عشان ما تروحش بدماغك ايه لبعيد، فاهم؟ جو اللي هو الجيم لما قوي اليومين دول عشان الناس كلها بقت بتفركش. الحاله الاقتصاديه حبيب قلب اخوك يعني بقت في الايه، في النازل، فكلها بقت بتفركش دلوقتي، محدش عارف ياخد خطوه لقدام. يلا ما علينا عشان ايه ما كده يعني. فمن شهر 7 انا اتعلقت بالجيم، وبقت حياتي ليها علاقه بشكل كبير بالجيم، وبدات التطور كده كده انت مستمر، فانت لسه جسمك جديد في الجيم، فالتطور هيبان عليك بسرعه. جت الدراسه اعتقد في شهر 9 يعني على ما اتذكر، كنت داخل اولى ثانوي. وعايز اقول لك ان انا داخل اولى ثانوي بعقليه معينه، انا مش عايز اصاحب، انا عايز كاريزما على الناس كلها، وابقى العيل التنك اللي في الفصل ومحدش يعرف يتعامل معاه بالسهل. وده لعده اسباب، او خلينا نقول لسبب معين مثلا حصل لي من الطفوله. فانا داخل مش عايز اتعرف على حد، انا عايز ابقى الواد التنك، فاهمني؟ اللي علاقاته محدوده او ملوش ايه، صعب المنال بالبلدي كده يعني، تمام؟ فنظرا لطبيعتي اللي هي عكس كده تماما، فما عرفتش انفذ الحاجه دي، وبقيت يعني اتعرفت على صديق ليا هناك، وبعد كده اتعرفت على الفصل والحاجات دي كلها، وما عرفتش انفذ اللي في دماغي وابقى كاريزما. وبخصوص الكاريزما ده انا اسف لو انت كنت عايز تبقى كاريزما زي ما انا كنت عايز ابقى كاريزما كده، بس صدقني الكاريزما مش كده يعني، فاهم؟ انا عذرك وعاذرني وقتها، لان احنا في مجتمع حاشر الكاريزما، التناكه والانافه والمناخير اللي فوق والنضاره السوداء، وما بشوفش حد قدامي يعني. الكاريزما هي قبول بس، عشان نختصر كلام كتير. انا الواد ده كاريزما كده، فاهم؟ تتشدله الواد، وتحسه من بره تقيل وراسي وهائل وهائل يعني، وهادي وعاقل، وهو كده. بس لما تخش حياته تحس ان هو شخص فرفوش ويتحب وحبيب حبيبي يعني، حبيب قلبك يعني. فزي ما قلت لك فشلت في ان انا اكون الواد الكاريزما اللي الفصل يتجنبه، وعارف انت جو الالفا ميل ومش عارف ايه والكلام ده كله. مش لاجل ان هو قال كده، لا، لاجل ان انا كان عندي تروما من وانا صغير في حوار كده، ممكن نبقى نحكيه بعدين، مش موضوع. شاي القرنفل ده حاجه جميله والله يعني، اني لسه شارب واحده شاي نعناع، فلازم انوع بقى. افتكر وقتها كان في حته عيل متنمر في الفصل في اولى ثانوي، انا كنت في فصل اولى سابع، تمام؟ وهو ممكن تلاقيه بيتفرج على الفيديو دلوقتي. كنت عايز اترشح لامين الفصل، تمام؟ فوقتها يا سيدي انا واقف وبترشح، فلف كده عيل كان قاعد قدامه وانا كنت
فاكر تقريبا ان انا قاعد ورا، قالوا انت تنفع تبقى امين فصل، فاهم؟ عارف العيال المتنمره اللي بيلبسوا جاكيت اللي مش عارف ايه، اللي في جو الامريكان فوتبول بقى ومش عارف والحاجات دي، هو كان عيل منه نوعا ما، او تحس ان هو نفس جو المتنمرين طبعا بس النسخه المصريه. تحيه لاخونا مفتاح المتنمر الكبير يعني، فاهم؟ حبيب قلبي وحبيب اخوه. بس ايه، انت فاهم ان هي الانطباع الاول دايما مش لازم يبقى حلو، بس الواد ده اثبت رجوله ومجدع بعدين يعني. بس المهم لف اللفه وقال الجمله بتاعته اللي انا مش فاكر هي كانت ايه بالظبط يعني، بس اللي هو كانت احباط، اللي هو انت تبقى امين فصل حاجه زي كده. فانا من ساعتها حطيت ان الواد ده في دماغي متنمر، فاهم؟ وبعد كده اتاكدنا ان هو متنمر، بس متنمر طيب، مش من المتنمرين الاشرار. بس يا سيدي، من ضمن بقى ذكريات اولى ثانوي اللي عدت عليا، ان انا في الترم الاول تقريبا، اللي هو اول ترم نمتحن فيه بمجهودنا ما قبل الكورونا، ان انا شلت كيمياء. ودي كانت اول مره في حياتي اشيل ماده. طالب داخل ثانوي وهو ناقص 13 درجه تقريبا في المجموع الكلي في ثالثه اعدادي، يشيل من اول ترم كيمياء. وهنا تثبت المقوله بتاعت اللي انا قايلها دلوقتي يعني، اللي هو اللي يخش ثانوي او كل ما تعلى في المرحله التعليميه مستواك بيقل، قله قليله بس اللي بيعرفوا يواجبوا على المستوى. ان انت بتبتدي تكتشف حياتك وقتها، مع كل مرحله جديده بتكتشف ان انت مش طفل خلق ليدرس، لا، انت في حاجه اسمها شارع، في حاجه اسمها حياه، في حاجه اسمها اصحاب، في حاجه اسمها قهوه هتعرفها بعدين. فمع كل المشتتات دي هتبتدي تعيش حياتك على حساب الدراسه نوعا ما، او برضه ما يبقاش عندك ميول للدراسه، مش شرط يعني. فكانت اول مره اشيل ماده. طبعا الوضع ما كانش افضل حاجه خالص، ما كانتش الاجواء اللذيذه خالص، فاهمني؟ انا كنت جايب 8 من 20. والله سامحها المدرسه اللي سحبت من ايدي الورقه من غير ما اكمل الامتحان. هو انا ما كنتش مذاكر قوي يعني، بس برضه هي سحبت من ايدي الورقه من غير ما اكمل الامتحان. مش يمكن السؤالين اللي انا سبتهم فاضيين دول لو كنت هبتهم كنت جبت 9 ودرجه رأف، يبقى جبت 10 وابقى نجحت في الماده وما شلتش حاجه قبل كده. هتخش الكليه يا حبيبي وهتشيل وهيبقى على قلبك زي العسل، ما تقلقش، ما تستعجلش. اعتذر عن حوار الشاشه اللي ورا دي، بس انا بسجل لوحدي فاهمني، وما باخدش بالي من الحاجات دي، فعدي. بعد كده يجي شهر 3 2020 وظهور مرض جديد في العالم اسمه كورونا، ويجي لك على مصر، ويحصل بقى الدوامه اللي انت عارفها دي، واللي انا وانت عشناها، وكانت من برضه من اجمل الايام، هي ايام الحجر او الحجر ايا يكن. فمنها بتكتشف ان انت انسان فاضي، فتبتدي تكتشف ان انت ليك هوايات، حاجات بتحب تعملها، فاهمني؟ النزول في الاستخبص ده حاجه تانية، بس فكره ان انت قاعد في البيت ما بتعملش حاجه، زهقان، في حاجه جميله، في حاجات ابتدينا نكتشفها، حاجات جديده ابتدت تطلع، مش عارف ايه بتاع. فانا ابتديت اكتشف ان انا ليه ما اقلبش البيت استوديو، او اطور من محتوى اليوتيوب، فجرب اعمل استوديو. طب مش عارف ليه ما اعملش استوديو تصوير، مش بالمعنى الحرفي، بس اجرب ان انا اعمل سيشن في البيت. فتبتدي دماغك تشتغل وتعمل حاجات انت عايز تعملها، بس انت بقى انت فاضي، فابتديت تكتشف نفسك من اول وجديد. ودي حاجه جميله جدا. فتره كورونا دي كانت من اجمل الفترات اللي عدت على الواحد عشان بيكتشف فيها نفسه، يا اما من اسوأ الفترات اللي عدت على الواحد عشان بيكتشف فيها نفسه وحقيقته برضه، فاهم؟ فانت حاول تستوعب الموضوع. فتيجي الامتحانات، وعلى ما اتذكر لا دي كانت سنه اولى، سنه اولى عدينا الامتحانات كده بالحب في البيت، فاهمني؟ نبعت الاجابات لبعض على الواتساب، مش عارف إيه. انت فاهمين ربنا تاب علينا يعني الحمد لله، فاهم؟ وعدينا ثالثه ثانوي بمجهودنا، بس انت فاهم ما كانش في حاجه يعتمد عليها وقتها، او كانت الدراسه ضايعه، فعدينا بالحب زي ما بيقولوا يعني. خلصنا امتحانات والحمد لله نجحنا. طبعا مين اللي يسقط وسط الهيصه دي كلها؟ بس يعني عدينا وخدنا بقى الاجازه الحلال، فاهمني؟ مع ان اللي كنا فيه ده كله كان اسمه اجازه، بس قشطه يعني. وابتديت بقى تفوق لنفسك فعلا، شوف ايه اللي انت عايز تعمل، في ايه جديد، في مش عارف ايه. انت مالكش صحاب كتير، فاهمني؟ وقتها كنت بدات تقريبا اوطد علاقتي باثنين من صحابي، وهم عبد الرحمن ومعتز. اللي هو حاليا احنا شله مع بعضينا احنا الثلاثه، ودي حاجه لذيذه الحمد لله ان هي لسه مكمله. ولكن اللي هو فاهم الوضع مش مستقر، فاهم؟ انت نفسك تقريبا وقتها مش مستقر، انت مش لاقي نفسك قوي، انت مش عارف نفسك قوي، في حاجه غلط في الموضوع، فاهم؟ الفراغ خلاك تكتشف نفسك، وفي نفس الوقت خلاك تكتشف حقيقتك، الاثنين. ودي حاجه حلوه وحاجه وحشه، انت لوحدك مش حاجه لذيذه. كان يوم 27/6 كان يوم عيد ميلادي، كنا جربنا نعمل حاجه جديده يوميها. اجرنا كاميرا من محل تأجير ونزلنا عملنا سيشن احنا الثلاثه، قعدنا نصور نفسنا ونعمل حاجات لذيذه، فاهم؟ بس تقريبا للاسف ما شربناش شاي، الشاي برد من المروحه، ودي مش ألذ حاجه. يوم في الذاكره بصراحه لا ينسى، تجربه لذيذه، اتمنى لو تتعاد تاني يعني. فاهم؟ لا ممكن ما اتمناش، اصل كل حاجه ليها وقتها، ليها زهوتها الاولى، مش شرط لما نعمل نفس الحاجه ترجع تاني بنفس الطعم الاول يعني، فاهم؟ كنت منزل ستوري من كام يوم تقريبا او امبارح حاجه كده، فيما معناها ان مش كل ما يجيك نفس المرض العلاج نفسه هينفع، جسمك بياخد مناعه، فبالتالي مش نفس الدواء كل مره هينفع مع نفس التشخيص، فاهمني؟ فانت لوحدك، فاهمني؟ الصحاب اللي هم حواليك اللي هو اصحاب او كل حاجه، بس انت بطولك مفيش حد كده معاك. ففي حاجات تانية بقى انت ابتديت تعملها يعني. انت مثلا عملت جيم على السطح، جيم بدائي جدا، بس انت الجيم قافله يعني، عايز تتمرن، اي نعم ما اتمرناش فيه قوي، بس فاهم عملنا جيم على السطح. ظهرت الموضه بتاعت الطيارات تاني، رجعت زي زمان، فابتدينا نطير طيارات تاني يا معلم، ونشتري طياره من هنا ونعمل طياره ونجيب فلوس ونعمل وبتاع، وذكريات لذيذه انا وانت عارفينها كويس. لكن مفيش صحاب. قول لي وانت الفتره اللي قبل كده ما كانش عندك صحاب؟ هقول لك الدراسه كانت بتشغل، فاهمني؟ وفكره ان انت ابتديت تكتشف نفسك، انت ابتديت ممكن بعد
العقليات تفلتر اللي حواليها، اللي هو انا ليه هحط نفسي هناك وانا اصلا مكاني هنا، انا ايه اللي هيبعدني عن مكاني؟ وحتى لو لقيت حد معاك فالموضوع معقد، كل واحد هيفسره على دماغه. فانا افتكر ان كان ليا واحد صاحبي عزيز عليا حصل ما بيننا خلاف، فوقتها ما رجعناش زي الاول، او بعدنا عن بعض فتره، بعد كده رجعنا بس ما رجعناش بنفس اللزقه بتاعت زي الاول. فاهم؟ عارف انت المثل بتاع 2 في 1؟ هو 2 في 1. فاهم انت؟ بس الدنيا والزمن ما بيسيبوش حد في حاله، فانت الواحد عايش في فتره ما تتمناهاش لحد. انا زي ما بيقولوا ما بتمناهاش لألد اعدائي، والحمد لله ان الواحد قلبه مش اسود، فاهم؟ فما بيتمناهاش لألد اعدائه حتى اللي اذوه، لان انا قلبي طيب. يا سيدي مين يقف جنبك وقتها؟ انت ما تعرفش نفسك اصلا عشان نفسك تقف جنبك وتحملك. انت الاوفر ثينكينج مبهدلك، المقارنات ما بينك وما بين الناس قتلك، انت مش عارف تكون شخصيه، انت نفسك فين شخصيتك؟ انت لسه حته عيل باجازه اولى ثانوي تقريبا، اللي هو فين حياتي؟ انت لسه في مرحله تكوين الذات واكتشاف الهوايات فتخيل طفل، مش عايز اقول طفل بس خلينا نقول شاب يبلغ من العمر 20 يعني 16 سنه، قول 16 سنه، يجي له مثلا اكتئاب، ولنفترض ان ده كان اكتئاب، يعني ايه وضعه من الاعراض؟ مين يسمعه؟ فين صحابه؟ مفيش صحابه يسمعوه، حتى لو حواليه ناس. هل هو واثق ان الناس دي ينفع يحكي معاهم؟ هل هو شايف ان هو ينفع يحكي اصلا بين عيلته؟ هل هو شايف ان هو لو حكى ممكن يتفهم؟ عرف. فهو كان محتاج حد جنبه، ده اللي انا متاكد منه. شعور الوحده وقتها ما كانش لذيذ، على قد ما احنا كبار وبنعرف نتعامل مع الوحده دلوقتي، بس وقتها ما كناش نعرف نتعامل مع الوحده خالص. انا دلوقتي بميل للوحده، بحب جدا الوحده، اريح دماغي بعيدا عن الدوشه والضوضاء ومشاكل الناس ومشاكلي انا شخصيا، ابعد بقى عن كل حاجه واقعد لوحدي زي ما انا عامل دلوقتي. بس وقتها مين كان يستحمل الموضوع ده؟ مين كان عنده النضج ان هو يستحمل الحاجات دي كلها؟ فانت واقع مستني اللي يلحق. فاهمني؟ احب اشكر شخص معين، مش عارف بصراحه اذا كان الشخص ده هيشوف الفيديو ده ولا لا، معرفش اصلا. اول شخص عارف ان انا كده بعمل فيديوهات على اليوتيوب، بس انا مش عارف اذا كان الشخص ده هيشوف الفيديو ده ولا لا. انا كاتب في المذكرات عندي ان الشخص ده كان بيسمعني، نفس سني نفس دفعتي، وكان بيسمعني. بجد انا شاكر جدا يا عالم. لو ما كانش حد سمعني وقتها مش كان يمكن اطلع عيل من بتوع العيال بتوع التيك توك دلوقتي واطلع في لايفات واعمل حاجات غريبه عجيبه. ما اقصدش الاهانه بس انت فاهم. فاهمني؟ بجد شاكرين لاي حد بيقف معانا على طول، اي حد بيسمع، مش لازم يحل، بس مجرد ان هو بيسمع. انت وقتها ما لكش حاجه، انسان فاضي بيقارن نفسه بالناس ومفيش حد بيسمعه نوعا ما، وحاجات مش لذيذه. ابتديت بقى تخش في سكه غريبه، فاهم؟ ودماغك ما تروحش لبعيد وتقول ان هو دخل في المخدرات والسجاير ومش عارف ايه. هي في الاول وفي الاخر اي ثينك ان هي تربيه، فاهم؟ وضبط نفس. هو ضبط النفس مش موجود عند عيل 16 سنه او ممكن يكون موجود، ليه لا؟ فاهمني؟ فاحنا ما دخلناش الحمد لله في السكه، لكن دخلنا في سكه الراجل اللي فاهم، اللي عنده عربيات مش عندك، وهدوم مش عندك، وثقه بالنفس مش عندك، فاهم؟ والكلام من ده كله. والحمد لله اللي احنا دخلنا، رغم ان الموضوع ليه سلبياته، بس هو اثر بشكل ايجابي نوعا ما. دخلت فابتديت تسمع ازاي تخلي نفسك احسن، ازاي تحسن من لبسك، ازاي تعلي ثقتك بنفسك، اتمرن بقى. فالتمرين يكبر البنش، يكبر الباي، مش عارف ايه. يا نهار ابيض انا الواد الجامد ده. ظبط شعرك، يا نهار ابيض انا الواد الحلو ده، مش عارف ايه. كلمتين بتقولهم لنفسك في المرايه بتحس ان انت ذو قيمه، انسان يتحب. الاخر طالما انا انسان يتحب، انا ليه الواحد؟ انا ليه الواحد طالما انا بتحب كده وانا حلو؟ ما كنتش بتسال نفسك تقريبا الاسئله دي وقتها، لان لو كنت فعلا وصلت لهذه المرحله ربما ما تكونش قاعد قدام الكاميرا دلوقتي بتتكلم، ربما ما يكون ليك وجود اصلا، او ما كنتش موجود وقت دلوقتي يعني. ما تعرفش، كل حاجه ليها حكمه. فاهمني؟ كنت قريت مقوله كده من فتره بتقول لو انت فضلت تسال عن كل حاجه ليه يا رب بتحصل، بين الجزء الايمان بالغيبيات اللي عندك، فاهم؟ فانت بديت تتحسن الاحسن، وكان من جزء بتاع الاحسن ده ان انت ابتديت تتعرف على ناس ما تعرفه، وتخرج عن حدود المألوف والجو بتاع اللي يخطي بره عتبه البيت هيخطفوه ويبيعوا اعضائه ويرموه في الزباله. جو المخوفتيه، مش عايز اقول مخوفتيه قوي، بس ده غالبا اللي كان بيحصل يعني في البلد وقتها، تمام؟ وما نلومش اهالينا بصراحه على الحاجات دي، على قد هم خايفين وبيوعونا. بس الموضوع ده ممكن يكون سبب عند ناس جو من الخوف وتراست ايشوز، ان هو يثق في اي حد غريب. فاهمني؟ واحنا لسه صغيرين على الكلام ده. فانت وقتها ابتديت تتعرف على ناس اونلاين وتخرج بره القوقعه بتاعه اللي هو انت اصلا ما بتتعرفش على الشباب اللي في الفصل اللي جنبك، هتتعرف على شباب من محافظات تانية او من اسكندريه حتى. انت اتجننت يا اسطى؟ انت عبيط ولا في حاجه في دماغك؟ عارف لو حد من البيت عرف ان انت بتكلم حد وممكن تنزل معاه، ايه اللي ممكن يحصل؟ من باب الخوف طبيعي. بس انت متخيل يعني انا لما كان حد بيبعت لي فريند ريكويست على الفيسبوك وعارف ان الولد ده معايا في المدرسه، بس هو مش معايا في الفصل وما بتكلمش معاه، ما اقبلوش. مش تناك خالص ولا كاريزماتيك ولا اي حاجه، بس انا ما اعرفوش، هقبله ليه؟ كنت ماشي كده لغايه ما انا اللي بقيت ببعت للناس اللي ما اعرفوش. الواد ده شكله لذيذ، ابعت له. ده ممكن نبقى اصحاب. انت لوحدك اصلي، فانت بتدور على اي حد يبقى صاحبك، متخيل؟ فتبدا تفتح كلام مع ده، مش شخصيتي، كلام مع ده، الواد ده لذيذ، مش عارف ايه، ده ليه في التصوير، طب ده جميل جدا، طب ده ليه في مش عارف ايه. فتبتدي الكلام ياخدك ويوديك ويجيبك وتك تك تك تك، وتلاقي نفسك ابتديت تنزل مع ناس
اونلاين. شخص يجي لك من القاهره اكبر منك ويقول لك انا في اسكندريه، فتنزل له تقعدوا على القهوه سوا وتشربوا كوبايتين شاي طبعا او ايا يكن المشروب، فاهم؟ وانت مين؟ انت متاكد ان انت الولد اللي كان حابس نفسه في اوضته او ما كانش يخطر على باله ان هو يعمل كل ده؟ اتكلم جد. انا اتعرفت على ناس بسبب الحوار ده. يعني انت متخيل ان انا كليتي في القاهره، انا داخل القاهره وانا ليا ناس جوه، يعني بعيدا عن القرايب، بس انا داخل القاهره وانا ليا اصحابي في القاهره. اي نعم ما بشوفهمش بقالي سنه في القاهره او سنه دراسيه في القاهره، بس ما بشوفهمش، بس انا ليا اصحابي في القاهره، اللي اصغر مني واللي اكبر مني واللي شغال واللي حاجات كتير، واتقابلت معاهم. يعني لما المدرسه طلعتنا رحله، يعني لما كنت في ثالثه ثانوي المدرسه طلعتنا رحله، وصلت بيهم يا شباب انا البروجرام بتاع الرحله بتاعي يبقى 1 2 3 تعالوا نتقابل. انت بجد متخيل ان انت طلعت من ده لده؟ انت في حته تانية، حته احسن، حته جميله جدا. فبصراحه موضوع الفيديوهات بتاع اليوتيوب ده اثر فيا، خلاني زي ما قلت اهتم بجسمي، بشكلي، بهدومي، اتعرفت على ناس من بره، الموضوع غيرني الاحسن. انا طلعت من الكومفورت زون دي، ودي كانت حاجه جميله جدا بالنسبه لي وقتها. بعد كده بتبتدي تكتشف ان في حاجه اسمها شغل.